يلا بينا نعمل احلى فطير. فطير مشلتت احلى من المحلات كمان. ولا تقولي لي بقى فرنة ولا حد جنبك بيعمله يبيع الفطيرة ب70 و100 جنيه. انا هخليكي تعملي من كيلو دقيق فطيرتين احلى 100 مرة من بتوع بره، وانت ضمناهم وحاجة بايديكي، وعيالك يفرحوا كده وانت قاعدة بتعملي الحاجات دي جنبهم يبقوا مبسوطين. حاجة كده خيال والله العظيم بجد يعني. مش هتصدقي ان انت اصلا مطلعه الحاجه دي من تحت ايديكي. بصي مصورهولك وهو في الفرن عامل ازاي. بصي الجمال، بصي اصلا شكله تحفه وطعمه جميل ومورق. ولا هتعملي بقى ولا هتلفي رول ولا هتحطي زبده في النص ولا الكلام ده. انا هعلمك طريقه اسهل منها مش هتلاقي. اصلا انتي وانتي واقفه تروحي عند اي محل هتلاقيه بيعملوا بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي. يلا نخش على المقادير. يلا نسمي الله ونخش على المقادير. اي نوع دقيق مخبوزات هتجيبيه وهتنخلي منه. هتنخليه. انا هنا عامله كميه 2 كيلو دقيق علشان انا بعمله بشيله في الفريزر. بطلع يا دوبك بحطه في الميكروويف او في الفرن يسخن ونفطر منه نتغدى منه. بيبقى موجود في البيت. الحاجة أصلا لما بتبقى في البيت بيبقى البيت فيه خير كده وما بتشتريش أي حاجة من بره. 2 كيلو دقيق عليهم معلقة بيكنج باودر. حطيت هنا حوالي 6 معالق سكر. هو المفروض الكيلو بيتحط عليه 3 معالق، بس أنا ببقى عايزاه يبقى إيه يعني طعمه سكر، يعني طعمه مسكر حاجة بسيطة. علشان إيه ساعات ممكن ناكله كده. حطيت معلقة خل. المية بقى هتحطش كوباية كوباية على حسب ما الدقيق بتاعك ايه بيشرب السوائل ما بيشربش السوائل. انا هنا حطيت كوبايتين وهقلب وهحط مية حاجة بسيطة معاكي. وانت هتشوفيني اهو لحد ما العجينة تبقى تمام معاكي زي عجينة البيتزا بالظبط. هتقلبي بالراحة كده وتشوفي محتاج مية هتزودي، مش محتاج مية خلاص انت كده هتزودي كوباية. انا حطيت كوباية كوباية. حط شوية شوية تاني. هنا نص كوباية، كوبايتين ونص كده. احط النص الباقي. بعد ما عجنت كويس جدا هنحط 3 معالق زيت يا دوبك بس عشان هو الزيت بيدي العجينة طراوة. هتلاقيها طرية بعد ما تعجني كويس فيها حوالي 10 دقايق. عجنة عجنة عجن لحد ما تبقى عاملة كده. انتي اصلا لما تعجني هتحسي تشوفي هي عايزة تعجن تاني ولا لا. هي كده تمام زي الفل. ماشي هنسيبها ترتاح. بعد ما حطيت الزيت بحاول ان انا ادخل الزيت في العجينه. بص العجينه زي الفل هتغطيها وهتسيبيها ترتاح حوالي ربع ساعه. هنا بقى هاتي طبق. حطي شويه زيت في الصينيه اللي هتكوري وتحطي فيها. هجيب طبق واحط فيه شويه زيت هاخد من العجينه وهبل ايدي بالزيت وهكور العجينه واحطها في الايه في الصينيه كده زي ما انت شايفه. هتكوري وتحطي في الصينيه تبلي ايدك زيت وتقومي جايبه الكوره مكوراها وحاطه زيت وحاطه فيها زيت وتقومي مكوراها وحطها كده على جنب على حسب ما انت عايزه العجين، ما انت عايزه الفطيره كبيره ولا صغيره. انا هنا بعمل الفطير مش كبير علشان ايه انا مش بحبه كبير. بحب اطلع الفطير على قد الاستخدام. تاني هتكوري وهتحطي زيت هتحاولي ان انت تحطي على الوش زيت. بصي بعد ما تكوروا دول ما شاء الله اللهم بارك 2 كيلو دقيق.
غطيهم وسيبيها ترتاح نص ساعة. بعد ما تتكور كده هتجيبي اي حاجة عندك بقى، شوفي انت عايزة تعجني فين. على الرخامة عندي مش هتاخد ان انا اعرف اعجن فيها يعني، وبعدين مش عايزة ابقى واقفة يعني، عايزة ابقى براحتي. هنا اياد لازم يحط التاتش بتاعه. ربنا يبارك ويخلي يا رب. هتجيبي الكورة اللي انت كورتيها وهتفرديها كده بالسمنة. انا مسيحة زبدة فرن على زبدة فرن على معلقتين سمنة بلدي. هتفردي العجينة، هتفردي الكورة اللي انت كورتيها، وتقومي يا ست الكل فرداها فردة لحد ما تبقى ايه، ما تشوفي ايديكي كده باينة منها. تاني هتحطي سمنة هنا. انا ببل الترابيزة زيت. انا طبعا غسلها كويس جدا جدا بالمية وبالليفة، وبعمل عليها الشغل ده. هفرد العجينة وهتبصي هتحطي ايديكي هتبقى باينة، ايدك باينة منها. انا بفرد على الاخر، انا كل ده بفرد على الاخر. عادي لو اتقطعت مليون الف حتة ده كله مش هيبان. حطي بقى سمنة بين كل السمنة ديت هي اللي هتعملك التوريقة. لفي حطي سمنة، هتطبقي تحطي سمنة، هتطبقي كل اي تطبيقة بتطبقيها هتحطي سمنة، اي تطبيقة، وهتقومي مكوراها وسايباها على جنب. تاني هتفرزي اياد بيحب يحط التاتش بتاعه. اللهم بارك. هتفرزي، بصي اصلا انت عشان سبتيها ارتاحت نص ساعة هتلاقيها اتفردت معاكي بسهولة. هتلاقيها هتتفرد معاكي بسهولة جدا. بصي بعمل زي الفطاطري. بعمل لك زي الفطاطري اللي بيقعد يعمل تك 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 في العجينة. سمنة، حطي سمنة. هتطبقي هتحطي سمنة، هتطبقي تحطي سمنة، هي دي التوريق عشان الفطير يطلع مورق معاكي توريقة كده. ايوه زي ما انتوا شايفين. انا هنا ايه ما رضيتش اقطع المقطع ده اي حاجة، ومورياكي ايه، وانا بفرده وبورقه. انا اصلا ما كنتش بفرده بالنشابة، بس قلت هي تسهل معايا الفرد يعني عشان بصور. اللهم بارك. بصي تضربي هتلاقيه فرد معاكي بصي تحسي ان هي اصلا عايزه تفرد على الاخر. انا ما كنتش انا بقيت عماله افرد مش عارفه الفرد اللي انا بفرده اوديه فين. اي كوره بقى انت حطاها على جنب هتقومي حطاها في العجينه. او مثلا انت فردتي العجينه اهو، هتقومي جايبه كوره من الكور اللي انت فرداها قبل كده وهتحطيها في العجينه كده. بس انا علشان عامله فطيره مش عايزاها كبيره، فانا ايه مرضتش احط كور جواها بنفس الشكل. بصي بقى انا سبته بقى ايه، هبدأ في اول واحدة بدأت فيها. بصي هتتفرد في ثواني، وهتقومي حاطة سمنة على الوش وانتي بتفرديها في الترابيزة. اللهم بارك. وهتاكلي احلى فطير. هتحطي هتدهني الوش سمنة، وفي ناس بتدهن الوش قشطة، على حسب ما اللي موجود عندك، مشي نفسك بأي حاجة بس. وفريزيه كده وحطيه في الفرن اعلى درجة حرارة، بس مش اعلى درجة حرارة يعني، خليه مثلا 180 200. وخدي بالك اول ما يتحمر من تحت افتحي عليه الشواية وبس، وهتاكلي احلى فطير.